السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، أهلا بكم جميعا. معكم عمرو الحداد من قناة ازرع صح. النهاردة يا أصدقائي من داخل المشتل هنشوف مع بعض أصحاب المشاتل والأسرار بتاعتهم. هنشوف أصحاب المشاتل بيعملوا تعجيل للنباتات إزاي وبتنجح معاهم إزاي. الطريقة الصحيحة وسهلة وبسيطة جدا. هنشوف إيه الأدوات اللي بيستخدموها. النبات اللي قدام حضراتكم يا أصدقائي اللي صاحب المشتل بيعمل له عملية تعجيل اسمه نبات الأيروبس. نبات من نباتات الزينة المزهرة زي ما حضراتكم شايفين، أكيد شفتوه في أي مكان. ولكن هذه الطريقة مش بس بتستخدم لنبات الأيروبس، ممكن إن احنا نعمل تعجيل لجميع النباتات بهذه الطريقة. فاحنا هنشوف مع بعض هو بيعمل إيه وبيستخدم إيه وإزاي الطريقة بتنجح معاه. زي ما حضراتكم شايفين هو ده نبات الايروبس، وهي دي حضراتكم العجل اللي بيستخدموها او بيزرعوها. بياخدوا من نبات واحد، ممكن ياخد اكتر من عجلة. بيصنع من نبات واحد عجل او نباتات كثيرة جدا زي ما حضراتكم شايفين. اول حاجة يا اصدقائي لازم تكون معاك وهي مقص اللي هو بيقص بيه العجل، بيكون مقص عباره عن مقص صغير. والحاجه الثانيه اللي حضراتكم شايفينه ده عباره عن هرمون تجذير، هنشرحه برضو مع حضراتكم. زي ما انتم شايفين كده بيجيب النبات وبياخد العجل الطرفيه بتاعته وبيبدا ان هو يقص الاوراق السفليه اللي في العجله. طب ليه بيقصها؟ يعني بيسيب حوالي 5 سنتي من العجله من تحت خالص بدون اوراق علشان ما يحصلش عمليه تعفن اثناء عمليه الزراعه. بعد كده يا اصدقائي عندكم الهرمون اللي هو بيستخدمه هرمون تجزير. اي هرمون تجزير عندك ينفع. الهرمون اللي هنا بنستخدموه او بيستخدموه اصحاب المشاتل كلهم اسمه اندول اسيتيك اسيد، وده هرمون بيساعد في عمليه تجزير النباتات بسرعه كبيره جدا، وبي يعني بيكون امان لانبات النباتات او انبات العجل. زي ما حضراتكم شايفين هي دي الطريقه، هم دول اصحاب المشاتل، هي دي الاسرار، هي دي الطريقة. يعني حاجة بسيطة جدا وسهلة جدا، وممكن عندك من نبات واحد تصنع أكثر من 100 نبات. هي دي العجل يا أصدقائي. بيجيب النبات وبياخد العجل الطرفية، بياخد طرف النبات وبيحاول إن هو يشيل الأوراق السفلية. يعني العجلة بتكون بطول مثلا من 7 ل 10 سنتي، تمام. وبيشيل الأوراق السفلية زي ما حضراتكم شايفين، وبيشيل الأزهار اللي هي موجودة أعلى العجلة. وبعد كده يا اصدقائي بالمقص بتاعه اهو مقص التعجيل، وبعد كده بيبدا ان هو يحطها في هرمون التجزير لمده يعني ثواني معدوده زي ما حضراتكم شايفين. وبعد كده بيحطها في مكانها، وبعد كده بيبدا ان هو يزرعها في القصيص او الاواني بتاعتها. التربه بتكون عباره عن تربه طينيه مع خليط من الرمل. وزي ما حضراتكم شايفين، شوفوا حضراتكم من نبات واحد، شوفوا هو بيصنع قد ايه من النباتات. كل ده حضراتكم ممكن يكون من نبات او يعني حاجات بسيطه جدا. هو ده هرمون التجزير، بيكون عباره عن زي ما قلنا بيكون بودره وبيتم خلطه بالماء. طريقه بسيطه وطريقه سهله وطريقه حاجه بسيطه جدا 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 انك تصنع اكتر من نبات واحد وهو موجود عندك مزروع في الارض. يعني انت بتاخد منه العجل وهو ما زال النبات الام موجود. دي كلها حضراتكم عجل من نبات الايروبس هيتم زراعتها، وطبعا الطريقه بتتم في شهر اكتوبر، شهر 10. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.